السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل طاجن العكاوي بطريقة تحفة. بس عامل ازاي؟ ويشرفك كده على السفرة بتاعتك، جميل جدا جدا. معايا هنا عكواية انا غسلاها حلو كده. بس عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. معايا هنا ورق لوري وحبهان وقرنفل، ومعايا هنا كرفس وجزر وطماطم وبصل، وهنا ضربة هنا في الكبة كده قرنين فلفل ألوان. هجيب بقى حلة كده وانزل ايه بالبهارات الصحيحة، وهنزل بجزر وطماطم وكرفس والبصل، وهنزل برضو عليهم بالايه بالعجوة. هنزل كده بمعلقة صغيرة من اللي انا ضرباهم كده الفلفل الالوان. عايزة اقولك بقى بيديها طعم جميل جدا. ودي طماطمية انا بشرها، نحط برضو معلقة صغيرة، وهنزل بقى بالايه بالعكاوي. بس ما شاء الله جميلة ازاي. عايزة اقولك بقى بتطلع الشوربة تحفة. يعني الطريقة دي اشربي بقى طبق شوربة كده منها ترم العظم. تاخد بقى ايه غلوتين كده، ونحضر بقى ايه الخطوة التانية. معايا هنا معلقة توم، معايا طبعا الفلفل الألوان، ومعايا بصلتين، ومعايا البهارات طبعا بابريكا وكمون وسبع بهارات وكاري وكركم فلفل اسود. والبابريكا ودي طبعا بقية الطماطمية اللي انا بشراها، ومعايا كده الجزر برضو ايه بشراها، ومعايا زبدة. هجيب بقى حلة وهنزل بالزبدة كده، والبصلتين اللي انا مخرطاهم. عايزه اقول لك بقى لو عملتيه بالطريقه دي هتدمنيه. انا مش عايزه احمر الايه البصلايه، انا يا دوبك بس تدبل معايا كده، اروح نازله عليها بالايه بالجزرايه المبشوره، وهنزل عليها بالمعلقه من الثوم، ومعلقه من الهريسه، وهنزل كده بالفلفل ايه الالوان. هقلبهم كده مع بعض كده تقليبه حلوه كده، وهنزل بقى بالبهارات كلها، فلفل اسود بقى وبابريكا وكركم وكاري والسبع بهارات وكل التوابل اللي موجوده عندي، وجنزبيل. سبع بهارات وبابريكا. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها، وهنزل كده مكعبين من المرقة بفركهم كده حلو بايديا، واقلب بقى قلبي بقى كده، وهاتي بقى الايه العكواية من الشوربة، وانزلي يا عمي بقى على الايه على الخلطة الجميلة دي. ناخدها بقى تقلبتين حلوين كده. نقلب بقى العكواية كده كلها كده بالايه بالخضار بتاعنا كله كده، ريحتها تحفة. هجيب بقى الطواجن بتاعتي، هحط طماطم وايه قرن فلفل كده، وارص بقى ايه العكاوي بالايه بالخضار كده بالبصل والجزر اللي فيها. ريحتها بقى جميلة 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 جميلة. وبرضو الطاجن التاني برضو عشان ده مش هيقضي، وادخلهم بقى ايه الفرن. ادخلهم الفرن على درجة حرارة 200. هو مش هياخدوا ما شاء الله ما شاء الله مش هياخدوا نص ساعة، لانهم هما طبعا مستويين. ما شاء الله عاملين ازاي. هجيب بقى كده شوية شوربة كده واحطهم، الشوربة برضو بتاعت الكوارع. بصي بقى بناكلها بقى من الفرن عاملين ازاي. بصي مش مستحملين. يلا بالهنا والشفا على قلبكم يا رب. بس عاملة ازاي. اتمنى يا رب تجربوها بقى، ومتنسونيش باللايك والشير، ويا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعاية الله حبايبي.